حرام. انت بتكلمني انا؟ ايوه بكلمك انت يا عمو. انا شايفك كده بقالي كام يوم عمال تيجي تسوق على الحاره. هي ايه العباره بالظبط؟ وانت مالك يا عم الحلو، رجلي تاخد ولا ما تاخدش؟ والله ده انت ليك لسان وبتعرف تتكلم زينا خفيف. طب ريح، ها؟ ريح انت واصحابك كده وروح اقعدوا على القهوه. وما ريحتش اريحك انا. البنيه دي مش حقيقيه. الله. ده انت يا محمد، ده انت كل اللي هيتخانق ويقتل واحد هيكون بسبب. لا 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 يا محمد. ده في حاجات تانية يعني. تجرام شويه عن كده. افتح التليفون افتح. ما عنديش فيديوهات. ليه؟ خش على التيك توك. اولا يا محمد فيها موسيقى. اه ثانيا طبعا يعني انت عارف طبعا كلها يعني بتدل اتنين بيتخانقوا مع بعض، مش شايف يعني ان انا اطلع بحاجه مفيده يعني. يعني حاجات مضحكه مثلا تبقى مفيده للناس، بس شايفين مثلا بس انت طبعا انت لابس في الفيديو بقى كمان سلسله، انت عارف حكم السلسله الاول يا محمد ولا ما تعرفش؟ روح امشي. اه ما لا. عارف حكم السلسله في الدين ولا ما تعرفش؟ لا اكيد لا طبعا. تمام. هو السلسله في الدين حكمها ايه بقى؟ طبعا السلسله مين اللي بيلبس السلاسل؟ النساء. يعني المراه هي اللي بتلبس ايه؟ السلاسل. يا ابني ليه؟ نقلعهم بقى عشان اللايف. الله عليك يا محمد. ده اول مهمه. انت بعتها له في وشه. اللي بعدك. تمام. فاهمك بس الحكم. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهين بالرجال. اه تمام. فاللعن ده كبيره من الكبائر، فالنبي بيقول لك ما ينفعش ان انت الرجل يتشبه بالمرأة والمرأة تتشبه بالرجل. هو محمد كافر يا اخواتي اللي في الكومنتات. محمد هيتوب محمد هيتوب، انتوا فين؟ يا عم محمد راجل شخص كويس يا جدعان اهو. مش عارف الناس ماسكاني تحت محمد هيتوب محمد هيتوب. محمد شيخ كبير. ربنا يجعلنا من اهل التوبه. بيدينا نصيحه يا اخواتنا، الناس اللي قاعده في اللايف تسمع بيها، مش قاعده تشاهد وخلاص. جدع جدع يا محمد. يبقى كده يا محمد الامر الاول ايه؟ ان احنا عرفنا كده ان احنا نحاول نعمل حاجه مفيده، مش شغل بقى الخناقات والكلام ده كله. ماشي. اكتب عليهم الكومنتات. لا اقفل عليهم لا ليه؟ لا سيبهم. اتفضل يا مولانا. معلش يا أستاذ. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بتصلي يا محمد بقى انت واصحابك؟ مفيش حد فينا بيصلي. انا بصلي. واحد بيصلي بس. طب انت عارف ان ما تعرفش اللي ربنا اول حاجه يسالنا على الصلاه يوم القيامه؟ اكيد طبعا. فاول حاجه ربنا يسالنا عليها يوم الصلاه، يبقى لازم نصلي. ليه طيب؟ والله بكلمك جد. كلام حبيبي. قلت له يا مولانا. والله نتكلم جد. والله بجد نصلي. بقول لك تخيل ان انت تقف قدام ربنا واول حاجه يسالك عليها الصلاه، وانا ما بصليش بقى، يبقى اقول له ربنا ايه؟ يا شيخ بجد انا والله العظيم بجد كنت يعني انا بصلي بس مش بيقطع يعني ساعات ممكن وانا قاعد لوحدي عايز اصلي امم بس مش على طول. ايه بقى اللي يخليني هو كل حاجه محتاجه جهاد يا جماعه. يعني انت عايز تحافظ على الصلاه لازم تجاهد نفسك، ولازم صحبه تعينك، ولازم. ما هو بس احنا بنستسهل الدين شويه، عايزين الدين ببلاش. هو انت عشان عايز جنه، ما هو انت عايز انت يعني لما بتعوز تجيب شقه في الدنيا ولا اوضه حتى بتقعد تتنفخ في الشغل، لكن عايز جنه بقى اقل واحد فيها عنده 10 اضعاف الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، وليه ما اشتهت نفسه ولذت عينه، محتاجه تعب شويه، صح ولا غلط؟ اكيد طبعا. نعمل ايه بقى ما يعني يعني مش مثلا فاهم. ايه اللي يثبته على الصلاه وعايز يقول لك كده؟ الاستمرار. اولا انا بدات اصلي اهو، بدات اصلي الحمد لله. اول حاجه لازم ادعي ربنا انه يثبتني، لان الثبات ده من عند مين؟ من عند ربنا، مش من عند البشر. يعني ربنا هو اللي قادر يثبتك، وربنا هو اللي قادر يعمل لك كل حاجه حلوه. الامر الثاني اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تجاهد نفسك وشيطانك. ما هو نفسك وشيطانك هتنام كده وصلاه الفجر والدنيا برد، يا عم نام، شيطانك يقول لك يا عم ريح ده انت تعبان، فلا، محتاج ان انا اجاهد نفسي وشيطاني. الامر الثالث لازم بقى لما اصلي بخشوع، اكون متوضي كده، لابس عبايه نظيفه، حاطط عطر كده، اصلي اللي هو صلاه كده كويسه. فلما اصلي صلاه كويسه كده ترضي ربنا، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي حب للصلاه. فلما احب الحاجه مش هسيبها ابدا،
رابع حاجه بقى الصحبه الصالحه، ان يكون معاك واحد زميلك بيصلي هيعينك، يقول لك يلا نصلي يا محمد، يلا نصلي يا احمد، يلا نحافظ على الصلاه. طب معلش يعني لو صليت باللبس عادي زي كده لازم عباية؟ لا نعم. لازم يعني ابقى لابس عباية وحاطط العطر اللي انت بتقول عليه ده؟ لا طبعا. لا لا، مش ده انا بقول لك، ده انا بقول لك مثال، يعني مثال. بس ايوه انا مش عايز اعرفها تاني طيب. يا عم ليه هو انت التاني زيهم؟ انت فاهم قصدي؟ انت المحتوى بتاعك بتنصح الناس كده يا مولانا صح؟ اه، ما تنصح الشباب، فيديوهات دينيه كده يعني. بجد والله كله ربنا بخير. يثبتك ويزيدك الله يبارك لك يعني. احنا بس اهم حاجه الشباب عايزكم تعملوا محتوى كويس، تحافظوا على الصلاه وصحبه مع بعض تصلوا. اعلموا ان طريق السعاده كله مع ربنا. مهما عملت، رحت جيت اتشقلبت، مفيش سعاده. واعلم ان اي ذنب انت بتعمله دلوقتي بيأثر عليك بعد كده. طب يا شيخ بعد اذن سيادتك بس اه والله يعني ايه بس لو حد عمل خطأ من الاخطاء الكبرى ايه ايه الحل؟ والله التوبه، انا عملت ذنب اتوب، قال الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فانا اذنبت ذنب اتوب، اي ذنب ربنا يغفره. مش محتاج ان انا مثلا اعمل زكاه وكده؟ لا دي الصدقات بقى ماشي، دي حاجه كده تطوعيه، اللي انت عملت ذنب وتوبت تتصدق، دي حاجه جميله جدا. اه بس والله يا شيخ الله يبارك لك بجد. الله يبارك لك. ربنا يوفقك والله يا جماعه ما فيش اسعد من الطريق لله عز وجل، يعني فعلا فعلا اسعد حاجه في حياتك آه، اللي انت تقرب من ربنا. عارف بقى اصعب حاجه في الحياه يا محمد؟ اه الذنب، الذنوب. يعني الذنوب دي صعبه جدا يا جماعه، ما نستهترش بالذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي اصلا بتدمر تدمير جامد جدا. يعني فعلا والله يا شباب المعصيه شو انت بجد بجد اي حد بيذنب بيعصي ابعد عن الذنوب والمعاصي، لانها بتديك شو اصعب حاجه، تعب وقرف. مفيش احسن من الصلاه والعباده والذكر والحاجات الجميله دي. والله يا شيخ الله يبارك لك ايه بجد. ده انا في العلوم م. بس كومنتات والله يا شيخ هي بص بالك يا شيخ بعد اذن سيادتك بقى. الناس اللي هنا دي جايه معانا في ايه بقى؟ انت يا محمد عندك ذنوب قد كده ومحدش يعرفني. واحد يقول لك انت جاي تتوب، واحد يقول له انت لو دخلت الجامع هيولع. بص الناس الناس شايفانا غلط يا شيخ خالص. الناس نفسها مستفزه. مالكش دعوه بحد، اللي بيمشي لطريق ربنا ملوش دعوه بالناس. اه والله يا شيخ الله يبارك لك. اللي يمشي ورا الناس هيضيع يا ابني. ضيعونا. خليك مع ربنا، مفيش احسن من ربنا، وخليك مع ربنا هو هييسر لك امرك وهتلاقي كل حاجه زي الفل. تعال بس ايه ده قفل الكومنتات. ايه ده قفل الكومنتات، ايه ده قافلها. هو باب التوبه بيقفل؟ لا يا عم ما بيقفلش. فين هي الكومنتات؟ يلا يا اخواتي الكومنتات دي قفلت عليكم عشان محدش يكتب حاجه تاني. الناس مستفزه والصعب ده ببص في وشه واضحك فاهم. قول له اللي بيشرب خمر ده كم يوم نجس بجد. اكيد يعني 60 يوم ما معروف. 40 لا 60 يا مولانا. الخمره الخمره من 60 يوم صح؟ 40 بقول لك، اقول لك اولا الخمره ام الكبائر وام الخبائث وهي محرمه. ثانيا الخمره تمام، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر تمام سقاه الله عز وجل من رضعه الخبال. دي نقطه. الخمره في حاجه تاني، اللي انت لما لو انت دلوقتي شربت خمره وتبت تمام ربنا بيغفر لك. طب شربت خمره وتبت تاني ربنا بيغفر لك، شربت خمره وتبت ربنا بيغفر لك. لكن سبحان الله يا جماعه، اللي بيشرب الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه الديوث ومدمن الخمر. الديوث ومدمن الخمر. اما موضوع النجاسه لا، هو فعلا اللي بيشرب الخمره لن تقبل له صلاه 40 يوما تمام، فان تاب الله عليه. يعني انا شربت خمره وتبت لربنا ربنا بيتوب عليا، طب شربت تاني وتبت لربنا ربنا بيتوب عليا.
انا شربت وزعلت. تمام. بقول لك انا شربت وزعلت كده مش هيتحسب عليها حرام. مش عارف، ما زعلت، انت شربت الحاجه او عملت شربت، فبتتوب لربنا وما ترجع لهاش تاني بقى. ماشي كلام الراجل. طب ماشي، والبيره طب يا شيخ زي الخمره كده؟ ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. يعني البيره برضه زي الخمره كده، نفس الكلام اللي انت قلته؟ ايوه، ما اذكر قالوا بيره والكلام ده كله، وكلها مسميات يا شباب. اوعى تبزز ايدك، اوعى عشان بتقربني. قد كده؟ ايه؟ خلاص خلاص ما انا حبيبي. بس يا كتكوت يا حبيبي، بس يا حبيبي. على العموم ربنا يوفقكم وييسر لكم امركم ويهديكم كده يا شباب، وخليكم يعني صحبه في الخير مع بعض. اللهم امين يا شيخ. والله العظيم يا شيخ، انت الله يبارك لك والله يزيدك، واحنا نخش معاك على طول والله العظيم. 100 هم اللي فوق ان شاء الله حبيبي، اشوفكم على خير وربنا يعينكم، وبحاولوا تصلوا الفجر النهارده بقى. ربنا يبارك لك باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.